اهلا بيكم في قناتنا. النهارده رجعنا لكم بفكره مسلسلات تركيه جديده جذبت المتابعين لعام 2023. كل فتره بحاول اجيب لكم مسلسلات وافلام جيده شيقه تتابعوها وارتبها لكم من الجيد جدا الى الممتاز، فكل مسلسل في هذه القائمه جدا ممتع. في المركز العاشر مسلسل رساله وداع. يروي المسلسل قصة أنور وضياء اللذان يرتبطان بعد قصة حب كبيرة، ولكن يقرران الانفصال من خلال كتابة رسالة. وبعد مرور سنوات عديدة يلتقي الثنائي حيث يقع محمد ابن ضياء في حب أصلي ابنة أنور، إلا أن هذه العلاقة لا يتم الترحيب بها بين العائلتين بسبب الماضي الذي جمعهما وقصة الحب الفاشلة التي انتهت بالفراق. ويواجه الحبيبان محمد وأصلي العديد من المشاكل بسبب رفض والديهما، فتغادر أصلي للعمل في فرنسا بإحدى المدارس الراقية هربا من حبها، مع صعوبة إقناع والدتها لتتزوج محمد الذي لم يحبها يوما. Aileni terk etmeyi göze alıyor musun? Artık bir yola çıktık, bunun dönüşü yok. Gerekiyor. Kimdi o? Şekilde o kızı istemeye gitmeyeceğim. Eğer kızın gönlü sendeyse. Biz senin gibi mutsuzluğunda boğulsun mu istiyorsun? Ne istiyorsun? Olmadı böylesi ya. في المركز التاسع مسلسل اسم فرح. اقتبست قصة المسلسل من المسلسل الدرامي الأمريكي عاملة النظافة، في قصة درامية رومانسية مشوقة جدا جذبت أنظار المتابعين. بيحكي المسلسل قصة البطلة فرح وهي طبيبة شابة تهرب من بلدها، وفي طريق هربها توقف في مدينة اسطنبول، وهناك تكتشف أنها حامل، مما يضطرها إلى البقاء في اسطنبول والعمل فيها كعاملة نظافة. عم تبكي كده؟ لا ما عم ابكي ابنه. ليك عيونك. ايه انت لازم تبكي. في المركز الثامن مسلسل أنا في ورطة. قصة المسلسل تجمع بين الغموض والترفيه والدراما، وتدور أحداث المسلسل التركي الجديد حول ضابط شرطة سابق تم فصله من وظيفته من قسم الشرطة بسبب عدم السيطرة على غضبه، والذي ينتمي لعائلة ذات ماضي سري، والذي انتقلت إلى الحي للانتقام. دايما بتغلط. ألف الحمد لله أنا منيح، أنت كيفك؟ لولا فضلك لكنت مدفون تحت التراب. أنا مديون إلك بحياتي. شكرا، ممنونك مكرم. يلا بشوفك بخير. وأنت بخير يا أخي، شكرا. خاطرك. في المركز السابع مسلسل الملكة. حماس شديد يعيش الجمهور بعد إطلاق إعلان المسلسل، والمسلسل من أحدث الأعمال الدرامية التركية ومقتبس عن المسلسل الأمريكي كوين شوجر. تدور أحداث المسلسل حول حياة سيدة تدعى دنيس وزوجها إيتش، حيث انقلبت حياتهما رأسا على عقب عندما تورط اسم زوجها أشهر لاعب كرة السلة في بلاد في فضيحة كبيرة. تسبب مقطع فيديو في فضيحة لاعب كرة السلة الشهير عقب انتشاره، وبعد أن شاهدته زوجته دينيس التي تجمعها قصة حب كبيرة بينهما، ولكن تغير الأمر بعد هذه الأزمة وتأثرت حياتهما بشكل كبير. شوفي ليش نزلتي لهون؟ انت شو عملت؟ انت شو عملت؟ شو هذا؟ كيف بتجرأ تعمل فيني هيك؟ دينيس شو صار؟ قولي لي. كيف بتجرأ تعمل فيني هيك؟ بعد عني. في المركز السادس مسلسل العائلة. المسلسل من المسلسلات الناجحة اللي جذبت الجمهور، واللي كان لها رد فعل مميز من الجمهور على منصات السوشيال ميديا التركية والعربية بمجرد عرض الحلقة الأولى منها. وتروي أحداث المسلسل التركي قصة أصلان الذي ينتمي لعائلة كبيرة ويتميز بشخصيته الغامضة والمظلمة، وهي طبيبة نفسية ديفين على متن طائرة عندما كان ذاهبا لإتمام إحدى عملياته، ويتقاطع طريقهما على متن تلك الرحلة. ومن هذه النقطة يكسر أصلا قاعدة مهمة جدا من دستور عائلة سويكان، وتتوالى الأحداث في هذا الإطار. حالك بطل. Beni nasıl buldunuz? يعني انت ما بتفهم بالحكي ابنه؟ Bu nasıl? Ha? Aslanların aslanı. هنا ما تنساش تنزل تعمل لايك للفيديو، وده لأول مرة تشوف فيديوهاتنا ما تنساش تشترك في القناة وتدوس على زر الجرس عشان توصل لك كل فيديوهاتنا.
في المركز الخامس مسلسل الغرور. يعرف المسلسل أيضا باسم لا يمكن الوثوق بالرجال، والمسلسل نجح في جذب قطاع كبير من قطاع الدراما التركية بعد عرض الحلقة الأولى منه في فبراير 2023. وتدور قصة المسلسل حول إليف وأورهان المخطوبان واللذان يحبان بعضهما كثيرا ويخططان للزواج وبناء منزل سعيد، ولكن الأمور لا تسير وفق المخطط لها، حيث يتعرض أورهان للخداع ويواجه ديون يصعب عليه سدادها، لتنقلب حياتهما رأسا على عقب، خاصة أن تلك الديون من المستحيل سدادها وتحول حياتهما إلى كابوس. ولكن يتلقى أورهان عرضا من سيبيل رئيسة شركته سيغير حياتهما إلى الأبد. في المركز الرابع مسلسل عمر. مسلسل عمر هو عمل تركي رائع درامي به الكثير من القصص الرائعة المأخوذة من حكايات، ويعرض المسلسل في 10 حلقات بس، وقد تزيد عدد الحلقات مع زيادة نسبة المشاهدة. يتحدث المسلسل عن المؤذن عمر الشاب المسلم من عائلة متدينة يقع في حب امرأة أكبر منه في العمر، وليه أخت هربت من عائلتها بسبب الحب لتعود بعد فترة ومعها أولادها. المسلسل فيه الكثير من الأحداث المشوقة التي سنعيشها مع هذا المسلسل الرائع. Benden utanma istiyorum. Tamam? Kim getirdi onu buraya? İnsan canavarlarla dövüşür. في المركز الثالث مسلسل ابن قناص. تدور أحداث المسلسل حول 3 من الرجال الذين يجمعهم الحياة في الكثير من المشاكل والأعمال الخطيرة. المسلسل به الكثير من المخاطر والأسرار والقتل والقسوة، فيه حكايات مميزة ومختلفة بكل حلقة. ويحكي المسلسل عن قصة مليئة بالأكشن عن رجل يدعى اسكندر، وهو رجل أعمال ظالم ولديه قناصه الخاص الذي يدعو كورماز، حيث تنطلق الأحداث بمشهد دموي بعد وفاة يغيث ابن اسكندر. في المركز الثاني مسلسل معجزة القرن. يحكي المسلسل معجزة القرن عن قصة رجل من الخالدين عمره أكثر من 100 سنة وما زال شكل رجل شاب وسيم، ويتعرف على فتاة şabة وهي لا تعلم عن أصوله، ويعشقان بعضهما البعض، ومن هنا تبدأ الحكاية الأكثر تشويقا وإثارة. İnsan ne vakit ölür? Tam da her şey bitsin artık derken belki kaderdi bu. Onun peşinden sürüklenmişti. Belki de 130 yıldır bulamadığı belki başka bir mucizeydi. Ya da في المركز الأول مسلسل وقت اللبلاب. المسلسل حاز على إعجاب الكثير من المشاهدين، واستطاع تحقيق نجاحا كبيرا بعد ارتفاع نسبة المشاهدة، وأصبح واحد من أكثر المسلسلات المفضلة لدى عشاق الدراما التركية. تدور أحداث المسلسل حول تفاصيل حياة امرأة تعيش حياة رائعة وجميلة تحلم بها معظم النساء. تعمل موظفة براتب شهري ممتاز، تحظى بحب زوجها، ولديهما ابن يشاركهما في هذا الحب والثراء والحياة المترفهة، ولكنها تقابل رجل غريب يدعي بأن زوجها يريد التخلص منها وقتلها، الأمر الذي يؤدي إلى انقلاب حياتها خاصة بعد مقتل صديقتها. وهنا تولى أحداث المسلسل ضمن إطار التشويق والإثارة. وبكده خلصت قائمتنا النهارده. اكتب لنا كومنت بالمسلسل اللي شايف انه رقم 1 في قائمتنا، وايه المسلسلات اللي اتظلمت وشايف انها كانت تستحق انها تكون في قائمتنا النهارده. كان معاكم احمد، ما تنسوش الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. مع السلامة.